النهارده كان المفروض قبل التقديمه بتاعتي دي تبقى ماشي في شوارع فرنسا، فتخيلوا دي انها فرنسا ودي شوارع فرنسا، وان انا بتكلم على المصنع الفرنسي اللي قدر انه يتميز بالجمال. لما بنتكلم على اي صناعه فرنسيه يعني جمال وذوق. زي ما شفنا في العطور قدروا يتميزوا فيها، قدروا يتميزوا في الازياء، في الاحذيه، في الاكل، في شكل المباني، يتميزوا بالتصميم الجميل والانيق قوي. هنا كانت علامة استفهام، هل المصنع الفرنسي زي ما تميز بالجمال في حاجات كتير قوي هيقدر يتميز في صناعة السيارات؟ عام 1955 في معرض من المعارض الشهيرة قدرت ستروين تطرح عربية جديدة باسم دي اس. وفجأة بعد ما طرحت العربية دي في المعرض لقت ان الناس مبسوطة منها قوي، اقبال كبير جدا، حققت مبيعات كبيرة وحجوزات كبيرة جدا من اول يوم. هنا المصنع الفرنسي قرر انه يبص يقول في ايه؟ هل التصميم بس ولا اسم دي اس فرق لما نزلنا عربيه بالشكل ده؟ فضلوا يشتغلوا من عام 1955 لحد 2009، وفي 2009 تم طرح علامه دي اس تحت شركه ستروين، وبدا يظهر عندنا الدي اس 3 والدي اس 4 والدي اس 5. في 2012 المصنع الفرنسي قرر وطموحه عليت قوي، زي ما هو تميز بالرفاهيات والجوده واللكجيريوس في حاجات كتير قوي من صناعاته، انه يطرح البراند ده في السوق الصيني لوحده. يجرب كده يجس النبض يقول ايه، انا هنزل البراند ده دي اس من غير كلمه ستروين، يعني عربيه فرنساوي باسم دي اس. السوق الصيني من الاسواق الصعبه قوي، لانه دايما بيهتموا بالرفاهيات وبيدوروا على الكواليتي وبيدوروا على الدلع في عربياتهم اللي بيركبوها ويتحركوا بيها. عشان كده لما دايما بنكون موجودين في الصين بتشوفوا دايما معانا اول عربيات جديده بيتم الكشف عنها معظمها في السوق الصيني، وتبدا تتفرج تشوف الرفاهيات، حتى بدليل ان عندهم عربيات لونج وبيحبوا العربيات الطويله قوي. في 2012 تم كشفه في السوق الصيني براند دي اس لوحده المملوك لشركه بي اس اي. بتملك ايه؟ بتملك بيجو، ستروين، اوبل، ودي اس. في 2015 كان المصنع الفرنسي قلبه جامد قوي وقال انا هطلق دي اس في العالم كله كبراند جديد، وبدا يظهر دي اس علينا في الاسواق العالميه وظهر في السوق المصري، وبدا يحقق نجاح. واهتم المصنع الفرنسي ان يكون دي اس هو البراند الاكثر رفاهيه والبريميوم براند بالنسبه له، وده اللي هيكون بينافس او فانوس العربيه من الحاجات اللي بتميز دي اس 7 بين المنافسين بتوعها. استخدمت دي اس او المصنع الفرنسي تكنولوجي دي اس ال اي دي فيجن اللي موجوده في الفانوس ده، وكم الكريستلز اللي موجوده والاضاءه القويه جدا الفول ال اي دي اللي بتخليك في مستوى رؤيه رائع في كل احوال الطرق وكل درجات الرؤيه اللي موجوده. بالنهار داي لايت موجود مع الفوج لايت ال اي دي كمان، الفوج عالي شويه هتقدر تبقى شايف كويس. بالليل
جناب الطريق الكيرفز او الكورنر او الفوج كورنر، اللي هو وانت بتلف يمين وبتلف شمال تبدا الفوج لايت ينور معاك في الكيرف اليمين وينور في الكيرف الشمال عشان ينور لك وانت بتلف او تنور الفوج لايت. فده تكنولوجي رائعه من دي اس، ومن اكتر الحاجات اللي بتميز العربيه، خصوصا الحركه بتاعته في فتح العربيه وقفل العربيه اللي انتم شايفينها دلوقتي. الجريل او الشبكه الاماميه بحجمها الكبير بعلامه دي اس، بعد كده الاكسدام الامامي اللي موجود فيه السنسورز الاماميه مع الفوج لايت ال اي دي، والجزء الفضي اللي قدام اللي مدي لمسه انيقه موجود في العربيه. العربيه اللي احنا بنجربها النهارده هي الفئه الثالثه، والعربيه موجوده في السوق المصري بثلاث فئات وفئه رابعه اوردر للي عايزها، دي اسمها البرفورمانس لاين. لو بدانا كمان نتفرج على جناب العربيه، ولو بدانا نروح ونتفرج على الجنط ال 19 235 50، وهنا هنجرب واحنا سايقين الجنط 19 سواقته هتبقى عامله ازاي في الشوارع بتاعتنا. ارتفاع العربيه من على الارض ارتفاع لطيف جدا، خطوط الجانبيه والخطوط الاماميه، وهنا المصنع الفرنسي بدا يورينا بقى شكله وبدا يورينا لمساته الانيقه في التصميم الجانبي اكتر. خطوط الهواء اللي في الجنب، شكل العربيه من الجنب عاجبني جدا، خصوصا الجزء ده في حته طالعه وغطسه فيها رسمه حلوه قوي، وده بيميز شكل العربيه من الجنب بشكل رائع قوي. ووجود الجزء اللي هنا دي اس بيرفورمانس لاين اللي موجوده بالشكل ده. الجزء ده في المرايه موجود فيه ال اي دي، واللي بيميز برضو عربيه دي اس شكل اشاراتها اللي بتمشي بشكل لطيف كده، فمديها لمسه لطيفه قوي. لو بصينا على وش العربيه هتلاقيها وانت بتفتح وانت بتقفل باين شكل الاشاره وشكل حركتها. ال اي ديز او الاناره في العربيه دي اس 7 من الحاجات اللي مميزاها جدا 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 وسط العربيات، ومخلي العربيه دي طول ما انت ماشي في الشارع الناس بتتفرج عليها وعايزه تعرف ايه ده، هي ازاي دي اس عامله المعادله دي في شكل عربيه، لافته النظر دايما. وخلينا من اول الريفيو كده واحنا بنجرب العربيه. في العربيه دي اس 7 اهتموا ان يكون معظم اشكال العربيه شكل الالماظ، شكل الماس، الدايموندز اللي موجوده في العربيه، او الشكل المثلثي او السامبوكسي اللي موجود في حتت كتير جدا، سواء من الفانوس الامامي، كراسي، زراير. والخروج من العربيه افضل مش سيء، ارتفاعها من على الارض مش وحش، وكمان الجزء ده كان في بعض الفئات بيبقى فيه جزء هنا مغطي الحته دي عشان تبقى دي فلات تماما، فلما تيجي تدخل حاجه تدخل بسهوله، بس يمكن ده مش متوفر عندنا في السوق بتاعنا في العربيات الموجوده عندنا. شنطه كهرباء تقدر تفتحها وتقفلها سواء برجلك، ودي الحركه اللطيفه اللي انا بحبها قوي، انك لو شايل شنط كتيره وعايز تفتح الشنطه او تقفلها ممكن تفتح وتقفل الشنطه كمان بريموت العربيه. يعني لو انت في البيت وعايز حد يستعمل حاجه في شنطه العربيه فبتدوس الدوستين اللطاف دول
نروح لها واوريكم شكلها. مود لايتنج، وتخش على السيتنجز. من الحاجات الحلوه هنا ودي عجباني قوي ان كل حاجه انت بتبقى عايز تعرف، يعني كاتب هنا ال النور ده عباره عن ايه، فتختار الكلر، فحاطط لك شكل الجرافيك اللي موجود بتاع العربيه، ويوريك لما تغير الالوان تظهر ومكانه فين اللي بيتغير، يعني حتى لو انت مش شايف ايه. خلينا نختار اللون ده لان انا حبيت اللون ده. كمان تقدر توصل التليفون عن طريق حاجتين. اول حاجه عن طريق الكيبل، فنبدا ان احنا نوصل الكيبل في اليو اس بي في المكان ده، وبعد كده نبدا نوصل التليفون. عندنا اختيارات بقى بعد ما التليفون اشتغل على الكار بلاي، فاحنا مشغلين ابل، فيبقى ابل كار بلاي، وندوس كده اهو التليفون ظهر قدامنا بكل الابس بتاعته اللي موجوده. لو معاك تليفون تاني والتليفون اللي بيدعم الشحن اللاسلكي، فتقدر تحطه في المكان ده ويبدا يشتغل زي ما شفتوا علامه البطاريه اللي نورت. اماكن التخزين اللي في العربيه وفي الجزء ده في كذا مكان، في مكان ده معجب بيه قوي بصراحه اهو، تحط فيه التليفون كده لطيف قوي، او تفضل ان انت لامم سلك التليفون بالشكل ده، خلاص انا مش محتاجه لان هو شغال، واروح قافل عليه الجزء ده خلاص. الالكنتارا اكتر ما يميز البرفورمانس لاين او دي اس بيرفورمانس لاين اللي هي الفئه الثالثه اللي موجوده معانا النهارده، وده اكتر حاجه بتميزها. الالكنتارا هي ماده اتحاد بين شركه ياباني وشركه ايطالي عشان تصنع نوع معين من الجلود المدبوغه عامله زي الشمواه شويه. انا بحبها جدا، هي صناعيه. بعض الاصدقاء لقيتهم قالوا مقوله لطيفه انها عشان اهتمت الشركه دي انها تعمل كده الالكنتارا، انها تعمل الماده دي عشان توفر وتقلل من قتل الحيوانات عشان بياخدوا منها جلود. لكن انا بالنسبه لي بحبها جدا، فبالنسبه لي بتديني حته رياضيه قوي لانها مرتبطه معايا بعربيات السباق. معظم عربيات السباق من جوه بتكون الكنتارا، وبيكون كمان الكراسي بالمنظر ده. فكراسي العربيه الكنتارا، تابلو العربيه، الكونسوله الداخليه، الجزء اللي في البيبان، الجلود اللي موجوده كواليتي عاليه جدا جدا جدا. فهو ده اللي يخلي العربيه انها فعلا تنافس في فئه من الفئات البريميومز في العربيات. الجزء ده مختلف شويه طبعا، زي ما قلت لكم زراير الازاز، لوك الازاز اللي ورا، وشكل طبعا الدايموندز اللي موجوده او الشكل السامبوكسي اللي بقى موجود في كل حاجه وباين اهو في الزراير بشكل لطيف قوي. وده زرار الهاند بريك، وده طريقه السواقه، تختار الايكو والسبورت والنورمال. الجزء ده زي اللي موجود في ال 3008 وزي اللي موجود في ال 5008 وزي اللي موجود في ال 508 كمان، بنفس الشكل. عصايه الفتيس اللي بتدوس على زرار المانيوال هنا وهنا الباركينج، ومن زرار الجنب تبدا تختار ما بين ار او ان او دي. ما حصلش فيه اختلاف، خصوصا ان هو نفس الفتيس. والعربيه دي على قاعده بتاعه ال 3008 وال 5008 هي بالظبط، بنفس الموتور بنفس كل حاجه، لان زي ما قلت لكم في الاول هي شركه واحده في الاخر. المفاجاه بالنسبه لي بقى الجزء ده اول ما بتفتح تكييف العربيه بيتحول ثلاجه، بس انه ياخد ازازه كامله بالمنظر ده من الازاز الكبيره، كانت هي دي اللي بالنسبه لي شيء لطيف قوي. فانت ممكن تحط ازازتين اتنين مش ازازه واحده في الجزء ده جنب بعض في الثلاجه الصغيره اللي جنبك دي، اللي بتبرد بمجرد ما تشغل تكييف العربيه، وتفضل الميه معاك ساقعه وكبيره ولطيفه. بجانب كمان درج صغير موجود جوه اهو، انا حاطط فيه شويه مفاتيح بتاعتي، وكاب هولدرز اتنين موجودين في الجزء ده. ده نظرة سريعة على الجزء الموجود. زرار الانتظار في الجزء البعيد قوي ده، بس ما اعرفش ليه هو بعيد كده، بس بعد اسبوع ما اتعودت على سواقة العربية بقيت متعود عليه. لو طلعت للجزء ده هتفرج على المراية الفريملس الاوتو دام اللي تخليني شايف كويس في الازاز اللي ورا. هيبان اكتر واحنا سايقين حجم الازاز اللي ورا مضايقني ولا لا. من الحاجات بقى اللي بتميز المصنع الفرنسي أنظمة الأمان اللي بيهتم بيها، ومن زمان قوي بنشوف العلامة اللي بتبين كام واحد قاعد في العربية وكام كرسي رابط الحزام وكام كرسي مش رابط الحزام. النقط الحمراء دي بتبين 3 ورا و2 قدام. المفروض ان كده ان العربية المفروض ان اللي قدام ده يربط الحزام، بس عشان احنا واقفين في علامة الحزام من ورا او ما بربط الحزام الموضوع بيختفي. هنا الجزء ده زي ما شفتوا نور بالمنظر ده، لان مجرد ما بعدي كده او ارجع كده اهو
هنا بقى دي اول ما خدت العربيه دي يا جماعه وانا بجربها، قعدت يومين بلعب اللعبه دي طول ما انا ماشي، عمال اعمل كده بصوا هوب 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 باظ ولا ايه؟ اهو اشتغل كده. انا احب بقى التفاصيل الصغيره دي اللي هو مش قادر المسها، ما مش قادر، فانا هعملها من بعيد من غير ما المسها كده. باظت وتقريبا انا من كتر ما انا قعدت العب فيها بوظتها. طبعا اول ما هتلمسها هتنور وتطفي. انتوا عارفين لما بتفتح باب العربيه وتقفل الباب اللي بيبقى النور بينور بتاع العربيه اللي جوه، طيب عايز تقفله، في ناس بتقفل النور ده ومش عايزاه يبقى ينور. طلع ان انت تروح دايس هنا دوسه كده، ما اعرفش الكاميرا جايباها ولا لا، كتبت اوف، تروح عامل كده اون يومين، وبالتالي لو ما كنتش غششت ناس كتير هتقعد تدور عليها مش هتعرف توصل لها. فايه لو عايز تغلس على حد معاه دي اس 7 روح اعملها له اوف، لان هو اكيد مش هياخد باله ان مفيش اي زرار ولا في حاجه بتبين، اللي هي شاشه صغيره بتدوس عليها تروح كاتبه اوف ان الاربع بيبان لما تفتح ما تنورش. البانوراما الجميله بقى، البانوراما بالنسبه لي بتديني احساس بالوسع. الهيد روم والليج روم بتاع العربيه دي مريح جدا، والكرسي فيه درجات كتيره من التحركات اللي تقدر تتحرك فيها، فمع البانوراما مديك احساس بالوسع اللطيف. كمان نقدر بالزرار الثاني نفتح السقف بقى خالص بالمنظر ده، بس بيتفتح الجزء اللي قدام بس، الجزء اللي ورا لا. من الحاجات الحلوه كمان اللي في العربيه، خليني اوريها لكم، النور الابيض، وده زي اللي موجود في البيجو برضو عملت كده في عربيتها، النور الابيض غالب على كل حاجه، كان زمان ده اصفر، انا بالنسبه لي لافت نظر مدي حته لطيفه. البنات بقى وهي بتحط ميك اب هتبقى مبسوطه قوي بالنور الابيض ده، فكده العربيات الفرنساوي بالنسبه لكم هتبقى لطيفه في الحته بتاعت النور الابيض ده. لو بصينا على كرسي العربيه هنلاقي ان زي ما قلت لكم في كذا شكل للكرسي تقدر تتحكم فيه، والجزء ده لما بتطوله كده بيساعد القعده بتكون افضل شويه انها تبقى مريحه. ده الوحيد، ده الجزء الوحيد المانيوال. اما التحرك على الكرسي لقدام والورا كهرباء، الظهر قدام وورا كهرباء، يطلع وينزل كل ده كهرباء، سواء الكرسي بتاع السواق او الكرسي اللي جنبه. لو بدانا نبص على العداد الامامي، وانا واخد برضو تاني على زمان على العداد، هي دلوقتي بقت داشبورد، شاشه بتتحكم فيها في حاجات كتير. من الحاجات الحلوه قوي بقى لو شغلت النافيجيشن تبدا يتحول بالمنظر اللي انت قدامك وزي ما انت شايف كده، ان دي تبقى خريطه. الخريطه اللي قدامك دي بتبين لك اللي انت ماشي عليه، لو انت مشغل على جوجل مابس تبدا تكون شغاله قدامك وتحدد لك الطريق وتبقى واضحه قوي. فالخريطه شغاله قدامك بتبين قدامك. من الحاجات الحلوه لما العربيه بتخلص بنزين بتعمل لك وورنينج، وبعد ما بتعمل وورنينج في دقائق، اقل من دقائق، ثواني، وتلاقيها مطلعه على الخريطه اللي قدامك بتاعت العربيه، حتى لو مش موصل التليفون اقرب محطه بنزين تقدر توصل لها والمحطات اللي حواليك فين. فدي من الاوبشنز اللطيفه. تعالوا ننزل نقعد في الجزء الخلفي ونشوف اماكن التخزين يو اس بي. خلينا برضو نفكركم ان هنا عندنا يو اس بي واحد بس في المكان ده اللي وصلنا عليه الكار بلاي وكمان الوايرلس التشارجر. تعالوا نرجع للجزء اللي ورا ونكمل كلامنا. الجزء الخلفي، الجزء اللي ورا بتاع العربيه، وده على ظبطه الكرسي بتاعي. فانا قعده رجليا مرتاحه، الليج روم لطيفه والهيد روم لطيفه، والدخول والخروج من العربيه مش صعب ولا سيء بالنسبه للاحجام اللطيفه اللي زي. من الحاجات الحلوه اللي موجوده في العربيه دي طبعا الجزء ده الكنتارا برضو غالب على العربيه كلها. الجزء اللي ورا اللي في النص جلد، لكن بقيه العربيه الكنتارا. وهنا في مسند لطيف ومكانين تخزين اهم، كاب هولدرز 2، ورا مفيش حاجه ماشي، مش عارف اوصل لها بصراحه. في فتحتين تكييف هنا لطاف، وكمان في 2 يو اس بي، يعني واحد يمين وواحد شمال للي قاعد هنا واللي قاعد هنا. من الحاجات بقى الحلوه اللي عجباني في العربيه دي انك تقدر تتحكم في الظهر زي ما انتم شايفين اهو بتاع العربيه، اطلع بيه لقدام وارجع بيه لورا. فدي تدي راحه اكتر للي قاعدين في الكنبه الخلفيه، يبقوا قاعدين مش متضايقين. خلينا نخش بقى في النص كده ونجرب نفق الفتيس واطي اهو. لو الكاميرا تورينا الجزء ده مش عالي، فالتحرك لطيف، عارف ان انا اتحرك ما عنديش ازمه في الجزء اللي في النص. بس اكيد اللي هيقعد جنبي الناحيه دي او الناحيه دي هيكون طفلين، لان انا في اي عربيه ما صعب ان يكون 3 واكون انا قاعد في النص، فده مستحيل. لكن مش ضيقه، بس لو انا قاعد في النص راسي خبطه شويه،
في الاحجام اللطيفه اللي زينا لازم تقعد على اليمين او الشمال، او دايما تجري على الكرسي. الدي اس 7 والتجربه الحقيقيه بقى واحنا بنتحرك بالعربيه، خصوصا العربيه موجوده بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي توربو بيخرج 165 حصان و240 نيوتن متر. معناه الحركه 6 سرعات. قديم شويه، وقصدي قديم شويه لان العربيه دي موجوده بفتيس 8 سرعات بره، لكن يمكن فكر الفرنساويين الفتره دي، خصوصا ان العربيات بيجو كمان موجوده بالفتيس ال6 سرعات البطيء شويه، اللي بيبقى عندنا فيه لاج سنه في بدايات الطلوع، يعني وانت طالع بالعربيه تحس انها العربيه بطيئه شويه وهي خارجه في النقله بتاعتها. بتقدر العربيه دي تجمع من 0 ل 100 تقريبا في حوالي اقل من 9 ثواني، وعم اعتقد ان الارقام دي بالفتيس ال8 سرعات، وبتقدر توصل تقريبا ل 220 كيلو توب سبيد. اما وزن العربيه في حوالي 1450 كيلو جرام. استهلاك البنزين بالنسبه لي كان استهلاك لطيف جدا، وده اللي اتعودت منه في العربيات الفرنسيه، فما كانش عندي مفاجاه في العربيات دي اس 7، لان انا متوقع ان يكون استهلاك البنزين الى حد ما كويس. الخوف بقى كان من السسبنشن، خصوصا العربيه موجوده بجنطه 19 235 على 50، يعني هتاخد لو بروفايل دبدبه حاجات كتير. الموضوع مش موجود خالص. الموضوع عربيه هاندلنج بتاعها حلو قوي. عندي احساس انهم ركزوا جدا 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 في العربيه دي في نظام التعليق ونظام التوجيه بتاع العربيه، وانت سايق العربيه والتحكم في المانوفرنج بتاعها احساس رائع قوي. العربيه بتتوجه كده بسهوله جدا، تحس انها راكب عربيه الى حد ما عربيه رياضيه جدا، فالتوجيه فيها لطيف مع حجم الاستيرنج وشكل الاستيرنج، فانت ماسك العربيه بشكل لطيف قوي. في الاماكن كمان الضيقه وانت بتركن وبتتحرك الموضوع بتركن العربيه ويعني بتخش وتركن. انتوا عارفين الحاجات اللي احنا بنزنق فيها بعضنا دي في الركنات لطيفه قوي. الباركينج سنسورز والكاميرا اللي ورا والكاميرا ال 360 بتساعدني. هي شكل ال 360 شكل يعني ان هي بتسكان الاول وبعد كده تبين، فانت بعد ما بتركن بتلاقي شايفه المكان، لكن في الاول ما تكونش شايفاه. كرسي العربيه مهم جدا، القعده بتاعتك في الراحه وانت قاعد سايق، القعده مريحه جدا. نظام التعليق زي ما قلت لكم هايل. النظام او الفئه الرابعه بتيجي باير سسبنشن وفيها سنسور كده، تقدر انها تختار نظام التعليق يكون انه ناشف وطري على حسب نوع الطريق. بخاف انا ازاي. طبعا الموتوسيكل اللي جنبنا معروف، يعني من الموتوسيكلات ال 150 سي سي اللي مركب شكمان فصوته عالي. اهتموا في الدي اس 7 بوسائل الامان وعوامل الامان ووسائل الامان. العربيه واخده 5 نجوم في اختبارات السلامه والامان، ودي حاجه مهمه جدا. 6 اير باجز، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، كل حاجه موجوده من اول فئه ولاعلى فئه، ودي حركه حلوه بحيي دي اس فيها على ان العربيه دي اس 7 من اول فئه لاخر فئه كل انظمه الامان موجوده فيها، ما شالوش حاجه عشان دي فئه اقل او دي فئه اكبر. ودي من الحاجات المهمه اللي بعد كده لازم ناخد بالنا كلنا منها قبل ما نشتري عربيه. من الحاجات اللطيفه كمان موجوده في العربيه وانت بتركن العربيه، المرايات بتتحول لتحت شويه اول ما تجيب ريفرس، فتخليك شايف دايما جناب الرصيف.
مع السنسورز والكاميرا الخلفيه، فالعمليه بتكون الطف جدا وانت سايق. مستوى الرؤيه بالنسبه لي في الازاز اللي ورا على الرغم من حجمه الصغير، لكن شايف منه كويس جدا وما عنديش ازمه فيه خالص، بل بالعكس رؤيه لطيفه. اي في دبه كده خدنا مطب. من الحاجات الحلوه كمان الامرجنسي لايتس مع البريك، يعني لما بتدوس فرامل جامده مفاجاه بتبدا تشتغل الاشارات بتاعه الانتظار تشتغل عشان تحذر ان في وقوف مفاجئ حصل. طيب خلصنا تجربتنا النهارده للدي اس 7. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو الفيديو عجبكم بارجوكم اعملوا لنا شير على للفيديو عشان ناس كتير تشوفه، وخليكم دايما متابعينا على الصفحه بتاعتنا وعلى الانستجرام، وقولوا لنا دايما ايه العربيات اللي انتوا حابين ان احنا نجربها. دي العربيه دي اس 7 اللي حضراتكم طلبتوا ان احنا نجربها، عندنا لسه عربيات كتير في كل حلقه.